هي دي بقى اللي بوم 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 بوم. تندرلوين، وكل اللحمه دي كانت حوالين التندرلوين، وده الشغط اللي طلعناه. بصوا بقى، في مدرستين في الحوار ده، واللي عايز يعمل حاجه يعملها. انا بحط اللحمه مع البصل مع التوابل. ما تيجوا نشوف. هجيب فصين توم، ملح، طبعا فلفل اسود، حطيت زيت زيتون او عادي، الورشسترشير صوص. هو عباره عن صوص كده طعمه تمر هندي على سنه خل على شويه توابل، بينقل الموضوع في حته تانية، وفي نفس الوقت مش بيغطي على طعم حاجه خالص، لا بيخلي البصل كمان بالذات مع الورشستر بيبقى حلو قوي. فانا حطيت منه كميه كويسه. جوزة الطيب، بندعك البصل مع التوابل. البصل ده مش مسكر قوي، فانا هزود له سكر. ممكن تحطوا سكر ابيض عادي او سكر بني، والسكر البني ما بيسكرش زي السكر الابيض. اللحمه بقى اللي احنا قطعناها اللي هي كانت جنب الفليتو بس هي مش فليتو، هنزلها على البصل. نحط قرنين فلفل احمر او اخضر، حراق او مش حراق، وحته زبده. هنحط على الزبده ورقه زبده وورق فويل. دلوقتي بعد ما قفلنا الطاجن ده كويس، هندخله فرن على اعلى درجه حراره. اعلى حراره ممكن يوصل لها الفرن لمده نص ساعه، وبعد كده هننزل الحراره ل 160 او 180. وده هياخد مثلا، عشان الحته دي مش ناشفه قوي مش طريه قوي، هياخد مثلا في حدود ساعه ونص ساعتين بس. مشروم، حط شويه زيت زيتون او زيت نباتي، حته زبده. الزيت والزبده يسخنوا شويه، وهننزل اللحمه اللي قطعناها شرايح، ملح، فلفل اسود، هي كده اللحمه اتشوحت وخدت لون حلو، نطلعها. هزود هنا حته زبده كبيره. حسيت ان الطاسه سخنه قوي فطفيت النار عليها، الزبده تسيح في حراره الطاسه. اهم حاجه في تسويه اللحوم كمان بالذات ان احنا نبقى متحكمين في درجه الحراره بتاعه الطاسه اللي احنا شغالين فيها. دلوقتي بقى هنزل البصل اللي قطعناه جوانح صغيره رفيعه. هنزل هنا المشروم، نقلبهم مع بعض، نديها رشه ملح وفلفل، فصين توم، حته زبده، احط لها شويه زيت، هحط معلقه دقيق، ورشسترشير صوص، معلقه مستردة، حته حلوه قوي. هحط كوبايتين كريمه. الصوص ده ما بيبقاش لونه ابيض قوي، بيبقى لونه ابيض مدي على بني مع سنه اصفر من الماسترد والزبده، هو بيبقى ليه لون مميز يعني. واخر حاجه هحطها شويه شوربه لحمه. اول ما الصوص يرجع يغلي تاني هننزل اللحمه في الصوص. عملنا اجمد بيف استراجانوف بعرق الفليتو. ماش بوتيتو. شايف لون الماش بوتيتو اللي انا عاملاها؟ انا بوظت كل البطاطس اللي انا عاملاها كلها. بقدونس عشان يزينها. هدوق بقى وخلاص عادي. يلا معلش. يلا، هي اللحمه حلوه بصراحه. يلا وريني كده. ايه ده؟ مجرمه. لا بجد 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 بوم 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 بوم. الماش بوتيتو دي من غير كريم طبق عالمي. شويه زيت زيتون، حته زبده، حته اللحمه اللي قطعناها شرايح انا حطيتها في منديل علشان تنشف، علشان كل ما نشفت كل ما عملت كراست او سير او تحميره احسن. هتبل برشه بسيطه قوي ملح وفلفل.
دي حته لحمه فليتو، هي بتشم النار حرفيا. السمك ده كمان يعني اخره دقيقتين 3. انها حقا رائعه. بصل متقطع مكعبات صغيره، هنفضل نقلب فيه لحد ما يبقى لونه شفاف، مش بيتشاف بس هو هيبقى بيتشاف يعني. شويه مشروم، فص توم مهروس. اول ما نشم ريحه التوم هنهدي النار، هنجيب ميه بارده عاديه وده باودر ديمي جلاس ونقلبهم. اول ما الصوص يبتدي يغلي كده ويتقل سنه، مش هستناه يتقل، وهنرجع اللحمه تاني. اهم حاجه طبعا اللحمه تعتبر مستويه، احنا بس عايزينها تشرب من طعم الصوص. سبتها تقلت لحد ما وصلت للقوام ده كده. ماش بوتيتو بس انا حطاها في بايبنج باج. ونبدا بقى ناخد من اللحمه بالبراون صوص اللي مسعود عملها وما قالكوش لحد دلوقتي هو بيعمل ايه. لحمه بالبراون صوص، ايوه. حته مشروم، معلش هبوظ الديكور، حته ماش بوتيتو. بسم الله. بحب قوي يبقى عندنا حته لحمه واحده مثلا ونقعد نطلع منها كذا طعم، وكل طعم يبقى حلو، ممكن يكون احلى من اللي قبله. اعطيني حته لحمه بس، ولا مشروم ولا ماش بوتيتو ولا اي حاجه. ليه يعني؟ انت جاي تهزر النهارده؟ تقريبا صح. مش بس هي عشان الاتيكيت. طعم الديمي جلاس مختلف تماما عن الاستراجانوف. طبعا طعمها اخف كتير من يعني الاستروجانوف طعم الصوص حلو وفيه اطعم كتير، هنا الدنيا اهدى شويه، طعم اللحمه باين اكتر بكتير. برضو ما استخدمناش توابل. انا مبسوط. طبق بتاع مطاعم ده، بوم بوم بوم. حتتين فيليه مينيون حلوين. اول حاجه محتاجين مناديل مطبخ عشان لازم ننشف كويس، وكويس مش هزار، كويس بجد. ملح، فلفل اسود، وزيت زيتون، ونعمل لها مساج. محتاجين طاسه حديد زهر، ممكن طاسه ستانلس ستيل، ونديها بقى نار. مش هحط الزبده دلوقتي لان الزبده هتخلي اللحمه ما تتحمرش زي ما احنا عايزين، وعلى ما اللحمه تستوي هتكون الزبده اتحرقت. نجيب بقى حته البيف تندرلوين اللي هي اصلا بتدوب في ايدي ونحطها في الطاسه. سبتها دقيقتين وهقلبها. بصي لي على اللون. وانا بشوح او بحمر في اخر جنب ههدي النار وهنزل بحته زبده، كام فص توم، عودين روزماري، ريحه الروزماري والثوم. تسويه بقى على حسب ما انتوا بتحبوا، ممكن تختبروا التسويه بكذا طريقه. انا هستخدم ترمومتر. سويت اللحمه ميديوم لميديوم ويل، طلعها هغطيها بفويل وهسيبها ترتاح يعني 10 دقايق. حته زبده بالترافل، حته كده ولا حته كمان؟ حته كمان، حته كمان. المفروض شوكه وسكينه صح؟ المفروض اوكي، بسم الله. انا بعد كل وصفه والله العظيم بقول انا شبعت. هي دي بقى اللي بوم 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 بوم. انا بحب اللي هي فيها اوفر كراست دي. انا هذا ما لم نسمع به من قبل. ما شفتش حد بياكل ستيك بايده قبل كده، مش عارف دي حاجه يعني ولا لا. هي حرفيا بتفرقع. لو بتتفرجوا لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك
بسم الله. ايه ده؟ ايه ده؟ خطيره والله العظيم، خطيره، لازم تجربوها. ده احلى طاجن لحمه بالبصل هتعمله. بص، حته اللحمه دي كنا محتارين بصراحه في امرنا نعمل بيها ايه، فلقيت ان احنا ممكن نعمل بيها طبق 5 دقايق. قطعها كده. قطعنا حته اللحمه الطريه لشرائح طريه من اللحمه. انا اللي هعمل معاكم الوصفه بتاعه باقي حته اللحمه دي، ودي هتبقى الوصفه ال5 من وصفات التندرلوين. انا امبارح كنت عامله ديرما بين في وشي وحقنه ميزوثيرابي كده، بس الحمد لله يعني انا حاطه كونسيلر عشان فيه هنا انتفاخ، والحمد لله النهارده وشي اهدى. فانا قررت ان انا اللي اعمل معاكم الوصفه بتاعه اللحمه دي. محتاجين بوله، شويه من زيت السمسم، صويا صوص، سكر بني، صوص المحار او اويستر صوص، بلجوجي صوص جاهز، والنوع ده طعمه خطير. وعشان تعرفوا قد ايه انا مهووسه بان انا اجمع صوصات وحاجات اسيويه، يعني عندي كمان بلجوجي صوص، بس ده طعمه مختلف شويه، يعني ده للخضار والتاني للحمه بيتعمل فيه مارينيشن. ده ممكن تاكلوه من غير مارينيشن، يعني ممكن تحطوه على طول على الحاجه. بصوا ده لونه احمر كده شويه، ده فيه طعم جوتشوجانج اكتر، تاني ما فيهوش جوتشوجانج خالص، وده حراق، وبما اننا بنحب الحراق فهحط معلقه كمان. كان نفسي اكون مع مسعود في الوصفات اللي فاتوا وادوق كده قدامكم وكده معاكم، بس معلش بقى لما ما اطلعش اعرفوا يعني ان انا في وشي حاجه او تعبانه قوي، لان انا مش من الناس اللي لما بيتعبوا بقعد بقى وما بعملش حاجه، بالعكس بقوم وبشوف الولاد وبشوف البيت وكل حاجه، يعني بشتغل كمان. هحط عليهم بصل متقطع جوانح، جنزبيل فريش، توم مفروم. هنقلب بقى مع بعض كل ده. هحط اللحمه، هناخد بقى التتبيله دي نحطها على اللحمه، وقبل ما اقلب هنختار ايه؟ هنختار شين رامن. هنسلق النودلز عقبال ما نخلص تسويه اللحمه، عشان بس تعرفوا قد ايه هي وصفه سريعه. دلوقتي بقى هقلب اللحمه مع الصوص ده، ومهم قوي ان احنا ندعك اللحمه كويس مع الصوص، عشان هي يدوب بس هي الدقيقه دي اللي هتتبل فيها. ده كده شكل اللحمه. محتاجين ووك، نار عاليه، شويه من زيت السمسم، وهناخد اللحمه ونبدا بقى نقلب كده. خلاص اهي استوت، والنودلز كمان استوت، وانا بحب ازود شويه من البصل الاخضر المتقطع كبير كده، ونقلب بقى. بصوا بقى لون النودلز اصلا بيبقى عامل ازاي. طبق وكده، مش هيكون ناقص الطبق ده غير شويه من السمسم، وكده نكون عملنا احلى طبق بيف بلجوجي باللحمه التندرلوين. وده من اكتر اطباق اللحمه اللي انا بحبها عامه في الاطباق الاسيويه. بسم الله. طبق خطير، مليان اطعم، لحمه طريه حلوه قوي. وكده تكون دي الوصفة ال5 والأخيرة اللي عملناها من عرق الفيليتو أو التندرلوين أو الفيليه اللي كان معانا في أول الفيديو. هل كده وصفات الفيليه خلصت؟ لا ما خلصتش، في وصفات كتير جدا ممكن تتعمل تاني بالفيليه. اكتبوا لنا في التعليقات لو عايزيننا نكمل تاني بعرق الفيليه، او ايه القطعيه اللي انتوا عايزيننا نعمل بيها وصفات تاني في فيديو للحمه من موسوعه اللحمه بقى عامه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم الفيديو الجاي.